السلام عليكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكوا على الميركاتو لاعبيتنا التوانسة والعروض اللي وصلتهم في الأسبوع هذا. نبدو باللاعب الأول واللي هو أنيس دوبالا، عنده 3 عروض رسمية من أندية في الدوري التونسي واللي هما النادي الإفريقي والملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي، وزيد عروض من مصر من نادي الأهلي المصري، وعرض مغري من نادي موناكو الفرنسي تحديدا للفريق الثاني، وبعد تدريبات يعني وقت الجواري يكون حاضر باش يطلعوه للفريق الأول. أنيس دوبال عنده 19 سنة ورينيه برشا مع المنتخب التونسي للأصغر، وحتى لعب مع الفريق الثاني وغاديكا وين قدم مردود ممتاز. اليوم أنيس دوبال صحح مع الفريق الأول مع مارسيي، إن شاء الله باش نشوفوه في البارتيات الجاية في الليج 1. ما نعرفوش إذا مارسيي باش تقبل بعروض ولا. اللاعب اللي بعده واللي هو نسيم دنداني، لاعب موناكو الفرنسي، عنده 2 عروض من نوادي إيطالية وعروض من أندية في الدرجة الثانية الفرنسية، وإن شاء الله بعد بطولة العرب اللاعب باش توصلوا أكثر عروض. معتز النفاتي عنده عرض من نادي تركي، احتمال كبير برشا في الميركاتو الشتوي باش ينتقلوا، وزاد عنده عرض من نادي بازل السويسري، إن شاء الله نطقت اسمه صحيح، وعرض من نادي هولندي. حمزة الرفيعة عنده عرض من تراجي تونسي، وزاد عرض من الاتفاق السعودي، وعرض من نادي تركي، و3 عروض من أندية في الدرجة الثانية الإيطالية. وهكا نكون وصلنا لآخر المقطع، ما تنسيوش اللايك والأبونيه، استنيونا في فيديوهات جدد ويلا نخليكم.